السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الحلقتين اللي فاتوا ازاي ندمج اجزاء المخ المختلفة من خلال المواقف اليومية اللي بنعيشها مع اولادنا عشان نساعدهم انهم يتطوروا ويوصلوا لشخصية متزنة، ومكملين النهاردة استراتيجيات جديدة عشان تساعدنا في تربيتهم وفي تطوير وتحسين سلوكهم. لو اول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجاير. الاستراتيجية 6 هي إعادة تشغيل الذكريات. المخ مش بيخزن الذكريات في صورة ملفات زي ما احنا كنا فاكرين، لكن كل حدث أو ذكرى بنمر بيها المخ بيطلق خلايا عصبية. الخلايا العصبية دي بتندمج مع بعضها عشان تكون روابط، والأحداث اللي بتحصل مع بعض في نفس الوقت الروابط بتاعتها بتتصل مع بعض. عشان كده الأغنية اللي سمعتها في حفلة تخرجك كل ما هتسمعها بعد كده هتفتكر حفلة التخرج، لأن رابط حفلة التخرج متصل برابط الأغنية. هل بقى الروابط دي بيكون ليها تأثير على طريقة تفكيرنا؟ طبعا. الجملة اللي بتقول إن ماضينا بيصنع مستقبلنا دي جملة صحيحة 100%، لأن أي موقف هنمر بيه في الحاضر أو في المستقبل رد فعلنا على الموقف بيكون نتيجة لتجارب مماثلة مرينا بيها في الماضي، فذكرياتنا في الماضي هي اللي بتشكل شخصيتنا في الحاضر وفي المستقبل. طب هل الذكريات دي لما بنيجي نسترجعها بتكون فعلا صورة طبق الأصل من اللي حصل وقتها؟ للأسف لا، لأن الذكريات اللي بنسترجعها بتكون صورة مشابهة للي حصل مش اللي حصل بالظبط، وده لأن اللي بينشط استرجاع الذاكرة مجموعة عصبية مشابهة للي اتكونت وقت الحدث، وعملية الاسترجاع في حد ذاتها دي نفسها بتغير وتحرك في الصورة، وأحيانا بيكون التغيير ده تغيير بسيط في الأحداث، وأحيانا بيكون تغيير كبير. وبتحصل معانا كلنا لما نيجي نحكي موقف أو حاجة حصلت لنا في الماضي، فتلاقي حد طالع لك يقول لك بس مش ده اللي حصل بالظبط، أو أيوة ده حصل بس مش ده اللي أنا قلته، مع إن وقتها بتكون متأكد إنك فاكر كويس. لكن للأسف الذكريات دي فعلا بتكون اتأثرت بحالتنا الذهنية وقت تخزين الحدث ووقت كمان استرجاعه، والاتنين بيأثروا في الصور المتخزنة في المخ وبيغيروها. وعندنا في المخ نوعين من الذاكرة، ذاكرة ضمنية وذاكرة صريحة. الذاكرة الضمنية هي ذاكرة اللاوعي، ودي بنستخدمها في المهام اللي بنكررها يوميا بشكل تلقائي، زي مثلا لما تغيري لابنك الحفاضة كل يوم ممكن بتغيري له 3 أو 4 مرات، فبالتالي مع الوقت هتلاقي نفسك بتعملي دوت من غير تفكير. بالعكس، انت ممكن وانت بتغيري له تكوني بتفكري في حاجة تانية اصلا، لانك مش محتاجة ولا تفكري في خطوات ولا اعمل ايه الاول ولا ابدأ بايه لا، الموضوع اصلا بيبقى ماشي اوتوماتيك. وده لان اجراء تغيير الحفاضة بيكون متسجل في المخ في الذكريات الضمنية. انما لو انت قاعدة كده افتكرتي اول يوم غيرتي فيه لابنك الحفاضة، وازاي كنت وقتها مرتبكة ومش عارفة تبدأي منين وتعملي ايه، وقعدتي تفكري في منظر ابنك ساعتها ونظراته ليكي، ويا ترى هتقدر تعملها ولا هتضيعنا، وشفتي قدامك صور بتفاصيل اللحظة، فانت كده بتسترجعي الذكريات الصريحة. ودي اللي احنا بنكون قصدينها دايما في كلامنا لما بنتكلم عن الذاكرة، لان الذاكرة الصريحة هي الاسترجاع الواعي لماضينا، لكن الذاكرة الضمنية بنستخدمها بشكل لا واعي. عشان كده الذكريات اللي اتخزنت في الذاكرة الضمنية بتأثر على سلوكنا من غير ما نكون واعيين لده ومن غير ما نفكر فيه اساسا. الكلام ده بقى هيفيدنا في ايه في التربية؟ هنستفيد بيه في موقف زي ان ابنك يتصرف تصرف تبقي مش فاهماه، مش عارفة هو عمل كده ليه ومش لاقية مبرر اللي هو عمله. ساعتها بقى دوري في الذاكرة الضمنية، هتلاقي في حدث حصل في الماضي ارتبط بحدث تاني خلى المخ يعمل نموذج في عقل الطفل بحيث انه لما يتعرض لموقف مماثل يتصرف بطريقة معينة. زي الابن اللي بيتعود ان الاب اول ما بيدخل من باب البيت يجري عليه ويحضنه، بابا مثلا بيكون جايب حلويات ويقعد يضحك ويلعب ويهزر معاه. الطفل ده بيكبر ووجود الاب في البيت بيرتبط معاه بمعنى السعادة، مهما كبر والتصرفات دي ما بقتش موجودة، لكن وجود ابوه في البيت بيبقى مرتبط معاه بمعنى السعادة. وكمان لما هو يكبر ويبقى اب هيتصرف بنفس الشكل اللي كان بيتصرف بيه ابوه بشكل غير واعي، والعكس بالعكس. الاب اللي بيتعامل بقسوة مع اولاده واول ما بيدخل البيت تلاقيه بيزعق ومش عايز يسمع صوت، هنلاقي ان بالنسبة له دخول الاب البيت مرتبط عنده بمشاعر القمع والكبت. ولما يكبر برضو الولد ده ويبقى اب هتلاقيه بيتصرف مع اولاده بنفس القسوة اللي كان ابوه بيتصرف بيها معاه، وده هيكون برضو بشكل غير واعي، إلا إذا كان عنده طبعا من الوعي والإدراك اللي يخليه يعرف إن في عنده مشكلة ويبدأ يدور وراها ويحلها. ودي مشكلة الذاكرة الضمنية، خصوصا لما تكون التجارب مؤلمة، ساعتها للأسف بتأثر على سلوكياتنا بالسلب من غير ما نكون واعيين لده. وعشان نعالج المشكلة دي لازم نحول الذكريات الضمنية لذكريات صريحة، بإننا نحكي عن تجاربنا المؤلمة عشان تتحول التجربة من مجرد مصدر للألم لأنها تكون مصدر قوة للطفل.
لما يفهم نفسه ويفهم الحياة والعالم من حواليه، زي لما يتوفى حد قريب من الطفل. في الغالب بنلجأ ان احنا نخبي الخبر ده عليه، او ان احنا نديله تفسيرات مبهمة لغياب الشخص ده، وبيبقى الطفل شايف احداث وهو مش عارف يفسرها، وحاسس بمشاعر ألم من غير ما يفهم ايه اللي حصل وايه اللي تسبب في المشاعر دي. بينما لو فهمناه ووصلنا له الخبر بطريقة بسيطة وخليناه يفهم مشاعره وحزنه في الوقت ده ليه، ده هيخليه يفهم طبيعة الحياة ويفهم التجربة اللي مر بيها، وهتزود قدرته في انه يقدر يتعامل ويواجه تجارب مماثلة هيمر بيها بعد كده في الحياة. وفي جزء من المخ اسمه الحصين، الجزء ده هو اللي بيكون مسؤول عن تحويل الصور والمشاعر والأفكار والأحاسيس اللي بتكون ناتجة عن تجربة معينة ومتبعترة في المخ في الذاكرة الضمنية. الحصين اللي في المخ هو اللي بيقوم بتجميع الصور والأفكار والأحاسيس والمشاعر اللي في المتبعترة دي علشان يجمعها في صورة حكاية يقدر المخ يفهمها ويتعامل معاها. المهم ان احنا نتكلم دايما عن التجارب اللي مرينا بيها، عشان لما تتخزن في الذاكرة الواعية، الذاكرة الصريحة، ما تتخزنش في الذاكرة الضمنية، فتخرج وتأثر في سلوكياتنا في المستقبل من غير وعي منا لده. استراتيجية 7: تذكر أن تتذكر. عملية الذاكرة بتتم بشكل طبيعي وبشكل يومي، لكن الذاكرة زيها زي أي وظيفة من وظائف المخ، كل ما مارستها ودربتها أكتر كل ما كانت أقوى. عشان كده لازم تساعد ولادك كل يوم إن هم يسترجعوا ذكرياتهم الضمنية عشان يحولوها أول بأول لذكريات صريحة، وده عن طريق طرح أسئلة باستمرار تساعدهم على التذكر. فاكر الرحلة اللي طلعتها السنة اللي فاتت؟ وسيبيه بقى يسرد لك أحداث الرحلة واللي حصل فيها والمواقف اللي قابلها والتجارب اللي مر بيها. طب فاكرين البيت اللي كنا عايشين فيه قبل ما نتنقل للبيت ده؟ فاكرين الجيران؟ فاكرين المواقف الفلانية؟ فاكر فلان وكان بيعمل ايه؟ حتى مش شرط ان هو يسرد احداث قديمة، ممكن تخليه تعوديه على تذكر احداث يومه. اسأليه كل يوم بعد ما يرجع من المدرسة: ها، عملت ايه النهاردة في المدرسة؟ شفت صاحبك الفلاني؟ اخدت ايه النهاردة في المدرسة؟ مين من الاساتذة بتحبه؟ مين ما بتكونش مرتاح معاه قوي؟ خليه دايما يسرد لك احداث يومه. مجرد استرجاعه لاحداث اليوم البسيطة ده هيساعده على تمرين وتطوير الذاكرة عشان يكون جاهز للتعامل مع ذكريات مهمة في المستقبل. خليها استراتيجية في حياتك دايما. اسأليهم دايما عن تجاربهم وعن مواقف مروا بيها، عن مشكلة واجهتهم، عن حفلة أو رحلة كانوا فيها، وياريت لو تشجعيهم لو يكتبوا يومياتهم. أثبتت الدراسات إن فعل التذكر في حد ذاته بيحسن المناعة والقلب، والأهم إنهم لما بيحكوا قصصهم الخاصة ده بيحسن قدرتهم على فهم أحداث الحياة والعلاقات وعلى فهم نفسهم. لكن ممكن طبعا تيجي تسألي ابنك وهو راجع من المدرسة: إيه يا حبيبي عملت إيه؟ يقولك: ولا حاجة. ولا حاجة؟ ولا حاجة إزاي يا حبيبي؟ طب أنت أخدت إيه في المدرسة؟ خدت دروس عادي. طب إيه، قابلت مين من صحابك؟ قابلتهم كلهم، هم قاعدين كلهم متلقحين في المدرسة، هيروحوا فين يعني؟ المهم انك تجيبيه كده عشان تطلعي منه كلمة مش ممكن. بصي بقى، ابداع، محتاجين بقى شوية ابداع. ابتكري بقى واسأليه بطريقة تانية، خليها زي لعبة، هم بيحبوا الألعاب قوي. مثلا ايه رأيك تقولي على حاجتين: حاجة حصلت النهاردة فعلا وحاجة ما حصلتش، وانا اخمن ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. او مثلا قولي النهارده على حاجتين: حاجه حصلت النهارده فرحتك وحاجه تانية حصلت ضايقتك. او قولي على حاجه عملتها النهارده ساعدت بيها حد، وقولي على حاجه تانية حد ساعدك بيها. الالعاب دي بقى هتخليهم يتكلموا. مش بس كده، مع الوقت كمان هيتعودوا على تذكر احداث يومهم وكمان على التفكير فيها. ومن الحاجات اللي ممكن تساعد ولادك على التذكر هي البومات الصور، الفيديوهات. خليهم يعملوا البومات صور للاحداث اللي بتمر بيهم، زي مثلا رحله طلعوها، يعملوا ألبوم صور، وعلى كل صورة ممكن يكتبوا موقف حصل لهم في الوقت ده، أو مشاعرهم أو حاجة حسوا بيها في الوقت اللي كانوا بيتصوروا فيها الصورة دي. زي مثلا الصورة دي اتصورناها بعد ما اتخانقت مع صاحبتي واتصالحنا. صورة تانية مثلا اتصورتها أنا وماما وبابا في الخروجة الفلانية، أنا كنت فرحانة قوي في الوقت ده. صورة تالتة اتصورتها أنا وصاحبتي بعد ما قعدت أهزر معاها وأضحكها علشان تنسى الدرجة السيئة اللي جابتها في الامتحان. وهكذا مساعدتهم في إن هم يتذكروا أحداث الماضي ده هيساعدهم في إن هم يفهموا الحاضر بشكل أفضل. ويا ريت إحنا كمان نكون جزء من ذكرياتكم، وتفتكرونا بالشير واللايك والاشتراك في القناة، وقولوا لنا آرائكم في كومنت جميل. ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله وباقي الاستراتيجيات ال 12.